عليكم حبيبكم، معايا فيديو جديد ووصفه جديده من وصف الحلال السيبل. اليوم ان شاء الله نشارك معكم وصفه ديال تشيز كيك لوتوس بدون فرن ولا بيض، بطريقه سهله في التحضير ومذاق لا يقاوم، بنين بالمذاق ديال البسكوي بسكوف ولا كريم اتشيز. ايضا في المنظر كيجي راقي ومختلف، نقدموه لضيوفنا او اعياد الميلاد. ما نطولش عليكم، تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو قياس مول ديال 22 سنتيمتر، عندي 400 غرام ديال الزبده لوتوس، جوج قيعات صغار 200 غرام 200 غرام. ايضا عندي بسكوف لوتوس 250 غرام، علبه كبيره. نقدروا ايضا ناخذ جوج علب صغار 125. كنحتاج 400 غرام ديال جبن كريمي، كل علبه فيها 200 غرام. جبن خاص بالحلويات، ماشي فرomاج اتارتيني ولا خاص بالدهن ولا جبن عادي، باش لا كريم اتشيز تكون عاقده. ايضا 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، معلقه كبيره ديال السنيده و100 غرام ديال الزبده. في الطبقه الاولى عندي 250 غرام ديال بسكوي لوتوس، غادي نقص 3 القطع او 4 للتزيين، جوج في الوسط ديال التشيز كيك، والقطع المتبقيه غادي نطحنهم ونديرهم في الجوانب. اول حاجه غادي نبدا نطحن بسكوي لوتوس قياس 250 غرام، ما يلينوش مزيان، نخلي ديك التقرميشه في التشيز كيك باش يجيني كروكون من الداخل. ايضا كنحتاج 100 غرام ديال الزبده دايبه، وغادي نخلط المكونات مزيان حتى البسكوي لوتوس يتلبس كامل بالزبده دايبه. كما تلاحظوا كيتغير اللون ديالو، غادي نخلط مزيان من التحت للفوق. من بعد غادي نوضع الخليط في المول ديال القفل او البيركس ونبسطها باش نحصل على طبقه مستويه وسمك واحد. من بعد غادي ندوز الطبقه الثانيه اللي هي طبقه كريميه. غادي نوجد لا كريم ليكيد، عندي 200 ملل كريمه سائله، غادي نطلع بالطراب الكهربائي مده 10 ديال الدقائق حتى تعقد ونديرها تبرد على ما نوجد كريمه الزبده لوتوس او لا كريم اتشيز. كنحتاج 400 غرام ديال جبن كريمي و400 غرام ديال زبده لوتوس. بالنسبه للجبن كريمي كل علبه الوزن ديالها 200 غرام، كنحتاجو جوج ديال العلب و400 غرام ديال زبده لوتوس. غادي ناخذ منها 250 غرام، والكميه المتبقيه 150 غرام غنخليها للزين ديال تشيز كيك، ومعلقه كبيره ديال السنيده. بعد ما ضفت الجبن كريمي غادي نبدا نطرب بالطراب الكهربائي، عاد نضيف الزبده ديال لوتوس.
عندي هنا جبن كريمي طربته شويه، وغادي نضيف معلقه كبيره سنيده عاد زبده ديال لوتوس. بالنسبه للزبده ديال اللوتوس عندنا 200 غرام في 200 غرام، مجموع 400 غرام ديال زبده اللوتوس. استعملت القنينه الاولى فيها 200 غرام خديتها كامله، القرعه الثانيه خديت منها 50 غرام، والكميه اللي بقات ليا 150 غرام ديال زبده اللوتوس هي اللي غنخليها تزين. وكملت التراب الكهربائي باش تنسجم ليا زبده اللوتوس مع جبن الكريمي. عاد نضيف كميه ديال الكريمه المخفوقه تدريجيا اللي خليتها تبرد في الثلاجه. السباتولا غادي نضيف الكريمات بجوج، كريمه ديال اللوتوس والكريمه المخفوقه. حتى ينسجموا ليا ونحصل على كريمه بلون موحد. في المرحله المواليه غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكريمه على الطبقه الاولى ديال البسكويت. غادي نغطيها مزيان ونخليها تبرد في الثلاجه لمده ليله كامله. وصلت المرحله الاخيره ديال التزيين. عندي جوج قطع ديال بسكوي لوتوس غادي نحطهم في الوسط، وجوج قطع ديال البسكوي غادي نطحنهم شويه ونديرهم في الجوانب. ايضا عندي 150 غرام ديال الزبده لوتوس كميه المتبقيه غادي ندير لها بان ماغي باش تذوب ليا وتجيني سهله في التزيين فوق تشيز كيك. بعد ليله كامله خرجت تشيز كيك من الثلاجه. غادي نستعد من ندير فيه الماء دافي، غادي ندوزو على المول في الجوانب ديال المول باش نديمولي بكل سهوله. وغادي نضيف الزبده لوتيس دايبه حتى نغطي وجه ديال تشيز كيك من الفوق، وغادي نشكل دميعات في الجوانب على شكل دريب كيك ونكمل تزيين بهذه الطريقه.
ونضيف كميات ديال بسكوي لوتيس مطحون، غادي نضيفو في الجوانب، وكيجي ان غابيل ديال بسكوي اللي استعملت في الطبقه الاولى. وفي الاخير علينا نوضع 2 قطع ديال بسكوي لوتوس في الوسط ديال التشيز كيك. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، طبقة بسكوف مقرمشة وكريمة الجبن بنينة، وتكافؤ ما بين المالح والحلو، ما بين زبدة اللوتوس وما بين الجبن الكريمي، لا كريماتيز تتجي عقدة بدون بيض ولا فرن. وصلت نهاية لا فيديو، نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وغادي تلقاو في صندوق الوصف رابط الفيديو ديال تشيز كيك السابقه بلي فخوي روج، فواكه الحمراء ما بين الفرامبواز والميرتيل والبلوبيري. والى فيديو جديد ان شاء الله ووصفه جديده، مع سلامه.